يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله به أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تهنا سورة الفاتحة دعدو تفسيرها. الفاتحة دعدو دلحات وفاتحة حلقة عالمنا حلقة عد قمال ذا ابن كثير بيقول دوز رحمه الله. فاتحة دجل لاتا فاتحة سنده انت القرآن حلقة حندينت دوتش. ابن كثير جو رحمه الله يقال لها الفاتحة يوم سورة الفاتحة فاتحة يعني أولتو فاتحة حديل جاردز فاتحة يعني أولتنا يوم أي فاتحة الكتاب خطا حنا جين قرآن شعوز يازدي الله تندار إجي حلقة يازدي سورة إصدوان دار حديلش. وبها تفتتح القراءة في الصلوات يوم فاتحة أولتنا يوم حديل جالي حنا ناخ شي لامز عديك كشخانة لامز تنت حديلا دي. أنا إجي حال لامز قاعد ديش القرآن سورة آية ديس إجي حال القرآن شو ديش سورة لامز ديش خانة فاتحة دون دار. ويقال لها أيضا أم الكتاب عند الجمهور دقا وعاوم ناخا أم الكتاب والتناخ درجي جي تانا حلقي لاتش آلي والتناخ درجي جي نجدي تانا حلق لاتش آلي والتناخ أم الكتاب والتناخ جمهور جوز. ذكر أنس حادث رضي الله عنه. والحسن وابن سيرين كره تسميتها بذلك. عبقد حسن البصري تابعين أبقش ابن سيرين تارى مقدس الروح تنا أم الكتاب آل درجي كتاب حلق لاتش دي آلي آل از آل مقدس باتر الجوخ حنا حسن ابن حسن زي ابن سيرين زي يوخ. إنما ذلك اللوح المحفوظ أم الكتاب يا تنقع لوزر اللوح المحفوظ يوخ دا دلقرك دال إجي على حق الله دوز حم قالم بي أس قالم دال حق الله يعني دال تقالم كانت قيمة دي حق وقت تخد موضوع عم عيازي يعني تقالم أسفاز داس يالش دا تقالم دعياج دوز اللوح المحفوظ دلجي دالقم دلقرك حق حم شيء خوت دوز دول ديال قل يجلات دوز اللوح المحفوظ أصدي يوم الكتاب جين إجي حق الله دوز جي أصدي أنت حنا تن يحكي جي أنت قرآن حلقوا سورة الفاتحة يحكي جات أنت أم الكتاب يا شو دريجة جي تن حلقة تعبوشار نان علي إجا كرتي دريجة تم تشلوات جل نان علي تعبوشار إمام يا ما عندك أنت حنا يشتغل إمام حلقة شوال دريجة جي حلقة تردز أن أنصر. وقال حسن زيو الآيات المحكمات هن أم الكتاب يا حسن اللي بس يسوى شخنت قرآن شو آيات جي محكم دور آيات جي تاريخ أولانت أم الكتاب عليه. ولذا كره أزبعت كره الديان أن ترزوه أن يقال لها أم القرآن أم القرآن يعني ماله تبغى بيغمر القراء عليه الصلاة والسلام أبو هريرة قيس حديث ده بيغمر صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين السورة الحمد لله رب العالمين سورة يارتسيوه أم القرآن قرآن حق الله تردس وأم الكتاب دس وسبع المثاني ورخد شي كرد وحقش ورخد بفترات آية دس والقرآن العظيم سيدو القرآن دس أنا تتعن سورة تأزل تياق قرية بيغمر وديسان بلتن. ويقال لها تسورة الفاتحة حنت فاتحة تاجميت تنسعته تنشوضا يوطية سورة الحمد واطنع الحمد اللي واطنع الحمد اللي واطنع واطنع الحمد اللي تشوخ بيغمر صلى الله عليه وسلم دال آن دي عجوه حديث القدسي دوخ دالوخ قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين سيني سيلاني قوام صديقات أجوخ دال شنديقة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين سلاز الحمد لله رب العالمين يا وجه قال دال أولوخ حمدني عبدي سلاس خاص نبري عليه اس الحمد يعني الله سورة دعوه ورا أصبح نسيان يوخ. فسميت الفاتحة صلاة تعاق سورة الفاتحة صلاة أنت إياه قيسنا لامس أنت إياه قيسنا هذي وق لامس بسم المولسنا ويتك والله لامس بسم المولسنا لامس أنت حن إياه قيس سورة الفاتحة لامس أنت إياه قيسنا يوق لأنها شرط فيها سورة الفاتحة تلامس قاع شرط أصله يس استغل لامس قاش سخون دار. ويقال لها الشفاء تعاق سورة الشفاء درب أنت نخ
إذا داري مش ديت حديث ده أبو سعيد ديت حديث ديس تو يوتو حديث جحا فاتحة الكتاب فاتحة أنتو شفاء من كل سم شي ملدو دوش دحجة دحل دردز أنتنخ. ويقال لها الرقية رقية أنتنخ سورة الفاتحة رقية يس أنت فاتحة. وروى الشعبي عن ابن عباس لحديث أبي سعيد في صحيح حين رقى بها رجل سليم دا صحيح الحديث دوات شيء سان ير سكربيو نزلت سدوحش دو حمو ترتيا شانت نديشا فاتحة ديشا رقية موت خضر بعض أنت نازور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية تطيع إلشنو حبيك تحا بحاضر حديث حبيك رقية شيء وتحق بيمرش جيش على حد أصلا وطن إلشنو خوان برتون جو حمو سناخ ورقية سناخ إحنا إلشنو ألرسون يعني حديث دوات جيش إمام شعبي تشيو رحمه الله ابن عباس واشخن فاتحة أساس القرآن قرآن بخبز عليه قرآن لرديس عليه أسنو قرآن فاتحة واشخن ابن عباس وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم تاقو واشخن تو قرآن بخ بسم الله الرحمن الرحيم بيان واشخن تو سفيان ابن عيينة واقية أنت يا قي سورة الفاتحة الواقية ده أنت الواقع يا توج الشيء الورفج يا ده. يحيى ابن ابي بكر يعطو الكافيه كافيه يا قيسن الكافيه يا شيء موضوع حما قاچن بجاهر ده حنا لانها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها حنا سوره الفاتحه استع قاچن بلوج ده شيء موضوع قرانه وجدرت تكون كلمه اوتجدات السؤال ده يا مثلا تسجل فاتحه ما خاتم تو لامز قاعد خايز الفاتحه ده فاتحة خوج ولي قمل ده قرآن خاتسة لامز تندسن تعبر ده فاتحة تخوي قدر تدي شات يعني لامز قاتش دات أزع عام نقصن قاعد دي تقنا حق دوي إن شاء الله. تاق مرسل دو حديث قاعدوت حديث المرسل اللي عارف في هذا مرسل الحديث ده دع تابعين وسقوا بيغمر أنت دوت زاد ده لازم إحنا تابعين وسقى بيغمر بعدين شينو تابعي نايا بيمر هيك صحابي خلوت السو حديث حدا ولا خلش تا الصحابي واتش مثلا تابعينا وسقوا الشنو انت دوتش خلش تنا حديث المرسل اللي والتنخ الحديث ضعيف واحد الموضوع الحديث حنا اشتغل تابعين السنغ دوتشن ده تو تابعين دي تاع حديث قا حدات القران تو انت زي قران امه فاتحه عوض من غيرها شي مضوج حمن كلمه اوتج دي سوره وليس غيرها عوض منها تحبق ده قدو سورة جيت تسون كلمة أوتج ده أنت ويقال لها يوخ سورة الفاتحة واضح يوخ سورة الصلاة والكنز لامز بسم الله جنزي يعني ألتنا يوخ إذا قام هذا إذا ما شري وشي تفسير كشاف يا تفسير قاعد هذا وهي سورة الفاتحة يوخ مكية مقدسة سورة هذا الزوخ سورة الفاتحة مقدسة سورة ديس اس يعني ابن عباسي قتادي ابو عالية تيوه وقيل اشتانت عنيوخ مدنية تدسات از يغارش به فاتحة مدينة تدسات يغارش به عنها قرآن شندي قديق وجده قرآن مقدسة سورة تجده مدينة تدسات وجده سورة تجده دقا احكامش حارمي حانلي دا سقي تشلي خجدو حماج بازر يسر يحكم جمودو آية تجدي دقا مولدو آية تجي مدينة دسات عمق دسا خندو القرآن دقة حق دبخة بقول بيخ مرجبي ده أصلا مثلا تار قصة تجدوش دس دقة تجدو السورة تجدس ده بنو إسرائيل جبوا تجي ساخن حمادو تجي دقة إجمودو السورة تجي مكي دس هذا عرب نخيو حنت دس يا شو عرب نخ حنيات مك ناخ كرت إمدوش خنيز يوخ كرت إمدوش بول دق خلو حم عوش خنيسار كدس ناخ دحو بول عازب تيلوش بوابش إيش خلوش عوشن داره لكن ولدات مقدس ده سورة شنت حق دعبخة بيغمر جبوتش تو تار دن مش قيقدر صوت هاي شواش تار دحلي تار سمش تيغات صوت هاي دال تار غو مش در تار إيمان تعد جادي أنا إيش دسات مسورتش از مدينة دسات يعني أبو هريرة مجاهدي عطاء ابن يساري زهري ويقال نزلت مرتين تحبوا يعني سورة الفاتحة
شز دسادز أنتو تمك دسادز أنتو تمدينتي دسادز أنتر والأول أشبه عبارة حلخر درة از مقدس درة توجد حنا دا القرآن شو يقول ولقد آتيناك 7 من المثاني دا القرآن شو بيمر يقول لك ودا وورخ مثاني يا راح تقطع آية قدر ما عنده ألسن سبع عام نخ مثاني فاتحة يعني 7 المثاني دول مثاني أتفين يذكر دوق سورة ديس أنتو يذكر دوق جماعنا دوس حار بيلامز حارق أتابع حال نلغوك تشانا يذكر دوق ديش ندير يحار دينا بخلامز قاعد ديش ندير إذا ما عندش أنت سبع شهر إذا قطع بيقول ابن كثير رحمه الله. وحكى أبو ليث السمرقندي أبو ليث السمرقندي شيوخ أن نصفها نزل بمكة يوخ سورة الفاتحة أخ مقدسات ونصفها الآخر نزل بالمدينة ويخلص أخ مدينة دسات أنتو وهو غريب جدا إذا شو تامشنا قمال دز وقت تويست شو قمال دات إذا شيء قاعد واقع سنين قمال دز وقت إذا قمال حد والده قرطبي ورحمه الله. وهي 7 آيات بلا خلاف السورة الفاتحة خلاف ياتجي ورخ آية ديجوخ. وقال عمرو ابن عبيد يانت 8 باخ ديج أنت. وقال حسين الجعفي ياتو 6 في سورة الفاتحة يلق آية ما دات أنت تبغد از باخ دياري از ياخ ديار إيشا قمال ديس صابق قمال ديس القولان الشاذاني تو الشاذ ديار يدي نيشت مني مايات دوقا نو بعض نخد دحلي يشخنجو رئيس. وإنما اختلفوا في البسملة فاتحة تقعون نقص بغيره تنحق دوار بسم الله از بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة تساني دوار آية ديس يؤدي الذي يعني بروست دعوش خان هذا آية ما دهت أنا إصبح أنت تنقع قوس من بقدر ذي أحد على عندلي حنا عاوضنا فين هل هي آية مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء الكوفة وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق كثير من الخلف أو بعد آية أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء على 3 أقوال كما سيأتي تقريرها في موضعه إن شاء الله. ابن كثير زوخ إز بسم الله تقع باش من بيوق إز بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة الثاني خوات دندو أتج أدي لنا آية ديز حنا شي حق عدوش شق دالت إز يعني رجع إز فاتحة الثاني خوات دندو أدي لنا آية دي فاتحة الثاني خوات آية دي أنت جمهور قراء الكوفة كوفي بيغابوش بولوش تيتش بي صحابش تابعينيش ثاني أنتز إز يعني رجع جماعة من الصحابة دق دي عند صحابش خم كوفي أو خمس بول إيش تتابعينيش خم ثاني أحبك دق نية أنتز إيه تحبوش أخ آية ما دهتس تحشاشت آية ما دهتس يعني إذا بسم الله شيء تدوش خان إذا تلكم فاتحة ثانية خوتن دهتس أنت إذا أنا رجع مدينة بيا بوش تيجي مدينة بيا بوش عالم ناخ إذا أنت أجي قادة قتامني قادة يقيني يو ابن كثير شيء بسم الله حدش ميت كيد دقات شيء تيجي بيقول ده وقت. وكلماتها 25 كلمة فاتحة شيء دوات بيت دوش دس سلو عشتي شيء تقاب خدوش فاتحة دوارجر وحروبات حرف بوكو لاخر شيء 113 حرف ستوت نات بوكو دو جوختو از يعني البخاري ورحمه الله شيء تاع البخاري زاد وزول تفسير قاعد صحاح ديت جوختو. وسميت ام الكتاب حنان صيوختك ام الكتاب ان مال دوق عالنا اس ام الكتاب حنان صوت ويلي جين حلت حنان صيوخ لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف سووا شرانت وعيادة القرآن دي مصحف دارواش مصحف دي والله مصحف يايد شانه حلقة زيازن ديال أنتر إذبعت ديز أنت سبوا شر. ويبدأ بقراءتها في الصلاة سبوا شر لا مزيد عدول ديش خان تنسى عدول ديز أنت. وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته سبوا شر أنت صنغ جين حلة تجديان والآن فاتحة حني ألشي تو قرآن يخي ملدسا دو آياتي معنى جي تو تشلوات نديرتو تحن فاتحة شي دليل قرآن معنى تو تشلوات أنتو تو تشلوات أنتو شي ملدو نحم اسمع أنتي أنت نغيوخ. إمام أحمد الجوهري رحمه الله عن أبي ذئب عن المقبري أبو ذئب وزدوز مقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة يالروخ
Peygamber aleyhissalatu vesselam tövhid sahında hadis diyere sana ummul Kur'an ummul kitab yani yolcunu Kur'an'a Fatiha'ta gaha hiye ummul Kur'an des ve seb'ul mesani ورقز كرد وقش des والقرآن العظيم سيدو القرآن des erhum suyuq تحق آية تحق حديث جحا بيغمر يا الله صلى الله عليه وسلم دار قطني شدوال دي حديث ده از ألبان صحيح دي حديث شوق بيغمر يا الله عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين يا رجل سورة يا رجل 7 آيات ورق آيات دشانش بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم هذا صعد دشان وهي 7 المثاني ورخص كرد وقصد وحمد دشانس والقرآن العظيم سيدو القرآن دشانس وهي أم الكتاب دلج كتاب حق الله دشانس وفاتحة الكتاب جاي حديث وفاتحة دشانس أيضا بيغمرو عليه الصلاة والسلام تابو شارع وغلا دول آية تيتو إما سورة الفاتحة تي وغلا آية دان بسم الله الرحمن الرحيم اسخنت وغلا آية دان تابو ده ابن مسعود أدوت ابن مسعود يوغ داراس خلصون ابن مسعود يروغ لما لم تكتب الفاتحة في مصحفك ابن مسعود مصحف ديتو ديشن القرآن ديتو شي ليشن تو قرآن فاتحة هذا داكت فدا ابن مسعود يروغ حي قرآن عليل دو مصحف يروغ تو مصحف وشي فاتحة دحن هذا داكت خاطر سنجوغ شيك خاطر ابن مسعود يروغ لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة أس فاتحة نغاسن يزد دوش خلج أرتسيوخ أس حار سورة لقي يزدرز أرتسيوخ حار سورة دعنون دوش أنا إجعل فاتحة يزدرز أرتسيوخ أس يزدوش خلج أنا وقال أبو بكر ابن أبي داود زيوخ يعني تفعل طبيعته حيث يقرأ في الصلاة إسلام زجحة ديش دوش أرتسيوخ قال واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها أستياجر بحن دي أنتو بلغش بوصل منها أسخون دير شيوا بوصل بسجى أسفاتحة خوج وون دير أسبحن تيازيازة دهت أنتو تحقق مال دا ابن مسعود هنقول أعوذ برب الفلق يقول أعوذ برب الناس أزيد أجيب قرآن يازر دعو خنوز مادي غاتو ابن مسعود أزيد قمال دا أندر دعت قاش دون زينتا دعت قاش إن شاء الله حاضر دويس وقد قيل إن الفاتحة أول شيء أنزل من القرآن تحقي أنت سورة الفاتحة اجر حلقة لقن وش دال دوست يا دول دول آية دز أنت حال فاتحة اجر حل دال قرآن عدوست يا حمدز أنا دوخ تحقي شو الله تيجي شيء قوق مال دي أنت اجر حلق عدد ساد وش دول آية ملاغد عالمنا قادة بتحبوا عالمنا اجر حل دس فاتحة ديان حادث الحديث والدي على بيهقي وتحبوا هذا إذا قمال صلاب ده شو أبو عاوم نخا اجر حق دسارة يا أيها المدثر يا سورة دانت قال شارة اقرأ باسم ربك الذي خلق يا عرضيان دا عديش سورة دانت اقرأ يا عرض إذا نيسا روايات نيسا الأزده إذا دا الآن دلي دقيقة دقة ابن كثير بيقول الدرس تحبوا هذا فاتحتي تسندوز الغلاتة عن أبي سعيد ابن المعلى يختيوخ كنت أصلي لامز الله سيوخ فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم صلامز الله ديل إلش قيكر سيو حولان أسحولان قيكر فلم أجبه حتى صليت يوخ سلامز دي والدته تنو جوف قلنزر يوخ فأتيته سو دعوه فقال إلش ما منعك أن تأتيني سحوق دقيقة يا روح بيغمرو ده سون حتوى حنو يختي غير حيانا فقال يا رازوخ فقلت يا رسول الله حيديال إلش يا رازوخ إني كنت أصلي لامزي الله تسو يا رازوخ تاق إلش يا روح ألم يقول الله أي دال يوخت يا روح بيغمرو دال يقولان شو يا أيها الذين آمنوا حي إن الله نخيوخ دال استجيبوا لله وللرسول دال جوف لي يوخ دال دال فيتا بيغمرا جوف دالي يولقن والدال إذا دعاكم شواش قيكت شو دال لما يحييكم شدين ددو حمد شو تليخش إلش حقيقة اشتعاغا إزلام مزدوغ دات جوف بلديش خنوس إزميوخ يعني بيغمر ولقن والدال دالي دال إلش قيك جوف لي ميوش ولقن والدال بيغمر والدال زمطن ثم قالت إلش نيارسن جوخ
لأعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. از قرآن دسا دو سورة تشتقيره اجر دزغ دو سورة عمد الدحون ارسيوخ حو ماجي كذار ولا يعني. قال فأخذ بيدي تطلع كل لاتا اوتشي سويد اول روح. فلما أراد أن يخرج من المسجد وجه جماجي كي تخد دار دا قدر تخوجه. حنا بيغم الرومان دي دي اصلا ماجي كي ار ولا عمد الدحون يعني. ماجي كي دار دا قدر يوخ. وقلت ارزوق يا رسول الله حيدير اوتش ارزوق. إنك قلت عمي أندري لأعلمنك أعظم سورة في القرآن اجر دزغ دو القرآن دسا سورة عمد الدمي أندري عسون إلشنو نعم أندري إلشنو الحمد لله رب العالمين دحنس إرسيوخ هي 7 المثاني ورخص كردو سورة دحنس والقرآن العظيم سيدو القرآن دحنس الذي أوتيته داس دنج دول إرسيوخ عليه الصلاة والسلام. تعاق رواية هاي حديثة إمام مالك الضلداد موطأ إمام مالك الجوخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب. أبي بن كعب خنو صحابي خنوز رضي الله عنه بس صحابي خنو أبي بن كعب. أبي بن كعب قيكلوه بيغمر رضي الله عنه وهو يصلي في المسجد ماجي كلامزي الله ترزوخ. فلما فرغ من صلاته شيلامزي فانشل تحغى لاحقه إلشنا دقيق ترزوخ. فقال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يدي. أبي بن كعب أوتشنو شي كلجة عبد الرسويخ وهو يريد أن يخرج من باب المسجد أوتش كل حالة كل عبد الله ماجيك دار ولا قرق ورزوخ ماجيك قرق دار وودش خان أوتشنو يارشيخ إني لا أرجو أن لا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. إلشنو يارشيخ أبي بن كعب جو إلشنو يارشيخ حو ماجيك دار توالر لوسون تصورة أمدلت إرتو إلشنو تطيبا سورة دالة تورا دوس داداتشون تطيبا سورة دالة إنجيل دوس داداتشون قرآنش داتشون تطيبا سورة إلشنو اسألت شو أبي بن كعب رضي الله عنهم فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك يوم ماجيك دار قلت خلوشي جتر غدي حن كزجا بآخر أزوج شرط تجا ورسيو ميقا ورسيو ده حنيا سيغا سيدار قوات ماجيك أروى لا أندر ماجيك دار قردو شان بيغمر يا أزوج عليه الصلاة والسلام حي ديال إلش عسون وعد ديسون شعوه عند الدين سورة ملا سورة دزان إلشون يارسون جو صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة أي لامس حديلج لامس سنسا حديلة ملا سورة لامس حديلة يا قال فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ديش هو ورصة يختصر حتى أتيت على آخرها إجت إحد دقاشوت إذن زعروه بيغمروا عليه الصلاة والسلام. تاقنا عدوتي حديث أبي بن كعب دوستي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه ديال عليه الصلاة والسلام قيكر صجوخ وهو يصلي فقال يا أبي حي أبي بيغم الخيكر يوخ فالتفت ثم لم يجبه يوخ تبغى إلش قيكا شو تها ديال سم خلتنا إلش يسخن يوخ ثم قال أبي تاخذ يا روح بيغمر عليه الصلاة والسلام شد قد إلش قيكا فخفف أبي توتها أبي بن كعب وش لامس سيخ واتسدها لامس ديدا شخص لامس تعشق دقة ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلش عين زرس بيمرك يارس يوق السلام عليك يا رسول الله حيدال الصوم دون إلش صوم لرتو قال إلش وعليك السلام يا بيمر الصوم يخد لرتو وقال إلش يارس يوق ما منعك أي أبي إذا دعوتك أن تجيبني أي أبي يا رب بيمر سحيو قيكا توتها سون جهت لي حن يختي ورهان قال يا رجل كنت في صلاة لامزي ورشيان قال إلتن يا روح أولست تجد فيما أوحى الله تعالى إلي إلتن يا روح دال سوق دستاد القرآن دال سوق ديتا وحي يا روح إلتن توحي يقيرحون كرداديتي يا روح يا آيد دال ميوغي استجيبوا لله دال جوب ليه وللرسول بيغمرا جوب ليه إذا دعاكم لما يحييكم شدين خدوا حمنك شتار تريخ جان قال بلى يوخ أروخ كعب أبي بن كعبس لا أعود قصد اسمه حماس قد دهت يا أبي بن كعبس
توت يا بيغمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب أن أعلمك سورة حين سورة أمدر ديزيحن لم ينزل لا في التوراة توراة اسمه دسا دواتش ولا في الإنجيل إنجيل دسا دواتش ولا في الزبور زبور دسا دواتش ولا في الفرقان فرقان دسا دواتش تبقى سورة ديزيحن أوشي ديسون أروح بيغمر على وقت أبو ابن كعب زحي إلش أرسو ديسو يعني. إني لا أرجو أن لا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها إلش أروح حو ماجيكي أرتو هذا الوصون السورة عمدي والت أنا يو ماجيكي دار تقرد وشانا تك بيغمرو صلى الله عليه وسلم السورة فاتحة دي أنا تنبغل دون حنزو تاخنا عن ابن جابر رضي الله عن جابر زوخ انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء عندنا إلش ووتشو عقرقو هاشخان إلش دقلس خي عدقتا والروح بيغمر دخي عدقتا بيغمر والجي عليه الصلاة والسلام فقلت إلش نك أرازوخ السلام عليك يا رسول الله حيدال إلش أرازوخ صلم دعوك يعني فلم يرد علي إلش صلم مخدون دوشيقوخ فقلت السلام عليك يا رسول الله شت يا أرازوخ صلم فلم يرد علي جهد لنسنوخ وقلت السلام عليك يا رسول الله قد أجوا بيغمر فلم يرد على الأحق الصوم سجود لنجوا بيغمر فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي إلشي سيخوان دعوه ولرس وأنا خلفه تنتع دعوه خرصه حتى دخل رحله ودخلت أنا المسجد إلشي تخفسي من عشوار سماجك إيدوخ فجلست كئيبا حزينا يوخ شعاقز نقضو غيغني وارس يوخ فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم دال إلشو حاري أنا إلشو جيلوشر شيء إيردي عقاء جلامز إيتا إلش حاري أريوخ إلشو نأرشيو وعليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة قد إلشو نسلم يقدر رسنجوخ ثم قالت إلشو نأرشيو ألا أخبرك يا عبد الله بن جاحي جابر وعبد الله أرشيوخ از إيجي رزاق دلوجدو سورة عمديحن أنا تنق السورة استحر فاتحة شق دالت عديشة اصدحن أروح بيغمرو صلى الله عليه وسلم أخي حديث ديتج عام نخيوخ واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله يوخ عن سورة الفاتحة ويدجل الله حديث جوخ السنة سورة الدليل قدو سورة جاء يا سورة دزاق ضياغ حديث جاء حديث عام نخ اش حديث جاء دليل جدوشون أنت عام نخ سن دليل جدوشون أنت على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض تحدو سورة تجي وقار دزاخلر دليل سورة تجي قراش مدي قراش تحدو سورة تجي وقار دزاخلر دليل جدي جوختار دق عام نحو حاجاتس إسحاق دارجي إسحاق ابن راهويه و أبو بكر ابن العربي وابن الحصار و مالكي تخ وذهب طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك تحبوا العالم نقان قرآن تحسورة وقل دزاق دهت أنت عالم نق هنا تترى ديان سورتش هنا تاريخ لأن الجميع كلام الله ديري القرآن ديال قميال دزو ديري القرآن ديال قميال ديو ضاعدو سادوجدو ولألا يوهم التفضيل عن نقص المفضل عليه تاريخ ويتسع وقل دزاق ديالشي تعوق درجة لوقت واقعيوخ درجة لوقت واقعيوخ ديك تحترى دي أن تحبوا عامنخ وإن كان الجميع شيء مصدر دزدلي بس أنا را قرطبي وتو أشعري غديتات أبي بكر باقلاني شو أنتز أبي حاتم ابن حبان البستيز أنتز يحيى ابن يحيازي إشت إمام مالك تحتاق رواية توقتنخ تاق حديث ده تو قرآن فضائل كعدوال دات إمام بخاري شو إمام بخاري جو رحمه الله عن أبي سعيد الخدري أبو سعيد الخدري جو رضي الله عنه قال كنا في مسير ناقة أردن دوخر الشيوخ فنزلنا تميتج سيتر تخيوخ تميتج سيتر داغجة فجاء جارية تليخن جو قاسك حد يرجوخ قاسك وحد ينعرض جوخ سيد الحي سليم أخت يرت خزان يرت دا أرتيوخ شعار قوسا وس أرتيوخ ترتي حديثا تعبوش رسكربيون تعبوش بيعقل ترتياتنا وإن نفرنا غيب تخنقير دردج بونخه تعبخ تصبحت أرتيوخ فهل منكم راق شانقي الرقية يشخو سجويا تقاسوا أروخ فقام معها رجل ما كنا نأبينه برقية تخنقي تقونا حلقة الروخ
تونيق رقي يشوان قبل قدام واتلزوخ از حلقة تايوخ فرقاه رقي يشتو تنيوخ فبرأ أزواج دكاخل رزوخ دكاخل شيء فأمر له ب30 شاة سوق وش دكاخل شيء قايد أستبرسنا صوته وسقانا لبنا شر يرتخنيوخ فلما رجع قلنا له يوخ أزوخ رقي يشا أزل أستغيد والله تيجي حيوش أروى تنجوخ أبو سعيد خذي أروى يوخ أكنت تحسن الرقية الرقية يش خوج ورها أزبول خور هنا أو كنت ترقي رقية يش خنوها فقال لا خنو واحد سأرت يوخ ما رقيت إلا بأم الكتاب أسأرت يوخ أم الكتاب اسمك يا رقيات أسأرت يوخ فالفاتحة مك أديش عندها الأرت يوخ قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي ونسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحن سجى قسج يسمى خوج أرت يوخ دعدخا أوتشن خاطة دلس ما بيمر خاطة أوتشن في نقعسن جوب حدلته تحمد الدهتي توريش الحياة تحنا تحدن جو أستغيدي إزي شراء أدخل دهتي أنا حتى حارم حيت هذه شيء غيرش تزن خواتي أنا طبعا بش فلما قدمنا المدينة مدينة دقاتها شوطها ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم أوتشن خاتم تويوخ فقال أوتشن أرتن جو وما كان يدريه أنها رقية أي حسن أخو أوتشن رقيا خاتم جوت أوتشن تو ده رقية يشرى أوتشن أدور بتسنس أوتشن أدور بريت ده تو حقين إز فاتحة رقية لك أوتشن أرتن جو اقسموا واضربوا لي بسهم شاردنز دوت أستغى أروح بيغمر شين داق دي أنا صلى الله عليه وسلم سعيد ابن جبير زيوخ رحمه الله عن ابن عباس هدوتسو ابن عباس يوخ بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبرائيل عندنا عنديال ادخل نقي واجوخ جبرائيل الملك دارت نقيوخ جبرائيل الملك بيغمر يباغج صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيدا فوقه إلتنا شين لقيروخ تسعني حيلش تتدي يوق يدز حيل تتخذ روح بيغمر هذا صمت فرفع جبريل بصره إلى السماء جبريل ملائكو شي بعرقي سيقلي حلقة سيوخ فقال جبريل ملائكو يا روح هذا باب إذن يا روح جبريل ملائكو قد فتح من السماء دار سيقلي رحيل يحونس ما فتح قد شي حلقة تحات قد نعي خنياتنا قال فنزل منه ملك تقرأ عدس ملك دعنا أروح جبريل ملائكو إذ ملائكة تحاتقي ولات محدث هداتنا يا روح ملائكة يا روح فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إذ ملائك بيموش حدير الزوخ فقال إلتنك يا رسول صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتيهما نبي قبلك قبوحك يا روح لقن ودال شنو دنتعنا دال الشي حول حق عمل بغاشي تحن بيغمرا دال دندوات شدول دال شنو دنتعنا يا رسول مادش فاتحة الكتاب نحن فاتحة وخواتيم سورة البقرة سورة البقرة تحت شاهد نحن شي صوته لقن ودال حق عبغاش تحن بيغمرا دال دندوات بيغمرا صلى الله عليه وسلم يا رسول ولن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته تشن الشنو يا رسول فاتحتي تحر بقرة الشيء آيتي يا رسول تشن آيتي تفاتحتي عتيجة تحرف تحبوكوا عمد يشدات دا تشعدور دو حما حن حوج مالك يا رسول تحقق إمام مسلم وديس حديث ده أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دالتشنو يا ريخ من صلى صلاة لم يقرأ فيها القرآن نقعسن سقو لامز دوي تو لامز ديش خانة تو نقعسن سورة الفاتحة تو تديشي فهي خداج قدس يا ريخ إز لامز قواتش مدهتن يعني قدس يا ريخ فهمونه فقيل يا ريخ أبو هريرة يا ريخ إنا كنا خلف الإمام إمامات إحلاك تشخليان قالت يا ريخ اقرأ بها في نفسك حيث قاعد يشتعز يا ريخ حنا فإني يا ريخ سمعت شي خزات يا ريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ديال إلتشنو أولج خزاتشين
قال الله دال يوخ ياغش دال يوخ قسمت الصلاة لامز ديقات از يوخ دال بيني وبين عبدي سيني سين لا نقي شندق ديقات از يوخ دال لامز ولا عبدي ما سأل سلانة ديخار يوخ دال فإذا قال يوخ سلاس يوخ الحمد لله رب العالمين سلاس يوخ الله خواستن بعض مش قلا يوخ قال الله دال أوتن يوخ حمدني عبدي سلازة سن خواستن بريالي فإذا قال مالك يوم الدين قيمة نحا بتشع خقوا دال أن يوخ دال أولوخ مجدني عبدي مجدني على سلازة سويزور إلي تحق رواية قاع فوض إلي عبدي سلازة عن سقوق بريالي عنده فإذا قال العبد ناسا لاز يوخ إياك نعبد حوات عبادة دتواخ وإياك نستعين حوات غلوخ داست قياتش قال والتن جوخ دال هذا بيني وبين عبدي السوني سلان يقعد ولقم دال ولا عبدي ما سأل سلان تدي خردي عليه فإذا قال نقاس لاز يوتشوخ اهدنا الصراط المستقيم فيزدال نيس نياق دارتوا صراط الذين أنعمت عليهم أي نعمة نيس نياق دارتوا غير المغضوب عليها إيزوهاش نياق مديتوا ولا الضالين طوبا كان نياق مديتوا يالشي دال ولوخ لعبدي ولا عبدي ما هذا لعبدي ولا عبدي ما سليد ولوخ السلان ديش حمديس سلان تدي خردي ولا لقن ودال تاع رواية قال لقن ودال فنسوى لي ونسوى لعبدي از اخدي عنا اسلامز اقصد شلون اخسلي ديان انت لامز انت تنقع لوجدر دي لامز ده تنقع لوجدر لامز انت يا قيت فاتحته ازل دزنا ده تاع حديث دواق بيمر انت صلى الله عليه وسلم الحج عرفه انت شنو عرفه دي حجول دي انت حنت حجول دق حمش مواغي حجول من قيلي طورش دواق مزدلفة بي ساقر شدواق كعبة ورقو باقر دواق سعيد در دواق إحرام تدوخر دواق عرفة الله تردواق تبقى تسمل وجوج أركان وشتيقيرة إجر لقا يوجو قلاون أركان عرفة دي ده إصبح أنت يعني تقول شنو حاج عرفة دي يعني بيغمره صلى الله عليه وسلم تعقد باش نخيو إن شاء الله كزك تعملوا ديست بتناس كزحاق دوي ابن كثير زحاق دي هذا يحط هذا الورد حديث قح يفاتح قال لا تقمل عام قمل شو يوخ ابن كثير زوخ السورة الفاتحة يوخ تنغ لامز ان آلرة دقاد وتعوياخش بس ذلك لامز يركن اسخلر ديشا واتسقي لامز تخلر لامز قواش دات الچنو آلر بحندلوش انت زوخت ودل هذا كله على انه لا بد من القراءة في الصلاة حديث حقيقة هذه نوع فاتحة لامز ابزار نخلدي يشخلر ازو عاوم نخ برت بها حمد زوخ ولكن سبق ضيوخ اختلفوا في مسألة نذكرها في الوجه الثاني وذلك انه هل يتعين للقراءة في الصلاة غير فاتحة الكتاب ام تجزئ هي او غيرها على قولين مشهورين تخاطر وقتو مثلا لا مزقها فاتحة بيشر برز الكوين فاتحة دواتش مثلا فاتحة ديشا داندوي فاتحة ديشا شوتيح غير شوتيح قرآن آية ديشر برز دي سقا لا مزقها يا برز داتشن شقا مال ديتشن قايوخ يه مثلا فاتحة ديشات سقوه يا فاتحة دوي مثلا فاتحة تديش قدر آية ديشات لامز عيتها مثلا لامز عليكات لامز عمودي جاه قول ديشات يتام قدر دو سور ديشات قاش مخبيت نزوخ أبو حنيفة مذهبا أبو حنيفة تنتون بها يحبك عاوم نخيوخ أنها لا تتعين بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه في الصلاة أبو حنيفة مذهبا فاتحة ديشر برز دهتنيوخ لا مزقح فاتحة برز دهتنيوخ مالله قدوش دو سورة توديشي قاشم بتنيوخ أبو حنيفة تارى دليل مشاعي تار سنت تجاء تارس دالو قرآن شوح فقرأوا ما تيسر منه شواش ديش أتغدر ديش شو ذا قرآن شوح بس آية حيتات دليل حيتات آية
وبما ثبت في صحيحين تاق إمام بخاري شوية مسلم ديتا حديث دولدات أبو حنيفة مذهب بشر بيغمر عليه الصلاة والسلام تسقو دايه تلامز داتو مثلا لامز مو داتو إلشنا ولا يقول لامز يعدي لامز دات أنت شولا راس خارج عدات قولا راس خارج عدات تودع إلشنا لامز حق دوقشخانة إلشنا أنتك إذا قمت إلى الصلاة حي لامزي احتج حي لامزي حل يحتج فكبر الله أكبر علينا لامز عليك كدس ابن قيم الجوزي رحمه الله لاس الله أكبر لامز عليك كدس رقن والدال ولوخ سلاني سونيقي بردو دائي يعني الله عدو عليه تاو سجل تا إلتنا يارسن ثم اقرأ تطيع عديش ألو إلتنس ما تيسر معك من القرآن حين قرآن شيء حين ديش تقدر عديش إلتنا فاتحة بيقول تدجي حين تقدر ديش أنا يلا يروح بيغمره صلى الله عليه وسلم ولذا أبو حنيفة مثلا بشروق ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها إلتنا تجيش قاسته فاتحة ديان بيقول ده تنوخ يقدوا سورة ديان بيقول ده تنوخ ما الله حين ديش تقدر عديش تنوخ والقول الثاني شو الله يعاوم نغميني موايري أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة لا مزقع فاتحة ديشر تنبرز خلر واجب خلر ولا تجزئ الصلاة بدونها استو تريش لا متنقواتش تخلر وهي قول بقية الأئمة أزي يخي ملبساتش إمام منيني ملا إمام مجبور مالك إمام شافعي أحمد ابن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء تار مذهب تار عالم نقي دقة عالم نقي يعني إزمينية واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور تار دول ده دليل ده تحور بيغمرو ده قمال ده صلى الله عليه وسلم شيء فاتحة دي شهد واسلامز إسلامز إيشا ديان إلتنو صلى الله عليه وسلم تا حديث قال بيغمر صلى الله عليه وسلم لا صلاة لا مزدات لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فاتحة الكتاب دي شهادات أنت تا حديث قال بيغمر صلى الله عليه وسلم لا تجزئ الصلاة لا مسقاتش مخندات لا يقرأ فيها بأم القرآن شيء دي شهادات أنت يوتنو صلى الله عليه وسلم ثم إن مذهب الشافعية وجماعة من أهل العلم قاستا شافعي مذهب يخ اشتقوا عالم نخ دقاي ابن كثير شيء شافعي مذهب وير شافعي مذهب عام سكن وير تو يخ إمام شافعي مذهب أنه تجب قراءتها في كل ركعة حاو فاتحة لامزقع ديش يقدر صورة ديش قوات شخو تعو بروسمي تنقع شمين يحاقروه أبو حنيفة مذهبات ثم الله صور ديش قاشم بوش خضر قبول دقا ويخي مبسا عاوب نخا فاتحة تديش لامز قاش تخضر حاضر حاضر ليه شو دو خاطر يحتاج اس فاتحة حار ركعتاد اس برس يتحرك عتا مثلا ديش قاشم بوش ديس يعني اس خاطر يحتاج تخاطر شافعي مذهباي دق عاوب نخ عنده ابن كثير أنها تجب قراءتها في كل ركعة حار ركعة واجد بس أنت صدق وقال آخرون تحبوا عاوم نقاد إنما تجب قراءتها في معظم الركعات دقا دو ركعة قاعدين شيء قاشم مثلا ديرك الطلام زقها تقرق عتفات عدي الشيء تحرك قدرة تودي شيء قاشم بيان تحبوا عاوم نخ أسأل نرى حسن البصري و إيه تبصري بيع دق عاوم نقاد بس عايز طول حيث رأيات دش بيت بوخ كمان بس حنا انت حل إذا تبوا عام نغمي عندي دقة درك أشي قديش ديزن حسن البصري تشوفين حسن البصري يجي تبصري بها عام نغيوخ إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة تحرك أتما كذا واجب دوش فاتحة حسن البصري عن مسند خزق وقت تابعين وقت عام وقص أصحاب العقبين أصحاب السنة عمد وقص حسن البصري تشوف تحن ركعة تفاتح دي شيء قاشم بوتنيو حنا بيغمروا عندي يوخ صلى الله عليه وسلم لامز مدات شي شو فاتحة دي شيء واسمي عندي تيوخ تاق مولخ تو ركعة قاعد تحن ركعة قاعد تفاتح دي شيء تو حديث ياخذ يا رؤوس يوخ تو حديث ياخذ داشق وانوس وجه
حنا نسام دقدس حنا تفاتح عديش دات ارسو سقوات تتحنق اتكات سوز ديش از بخلا تاب سبحان. وقال ابو حنيفه واصحابه والثوري والاوزاعي ابو حنيفه تن اصحابش ثوري شو اوزاعي شو تاريخ لا تتعين قراءتها بل لو قرأ بغيرها اجزأه لقوله تعالى تعطوا يحق مالره تحق قرق اتقع واجد بات ان سورة الفاتحة ديشره حنا مولاه دو سورة آية ديشة قاشن بطن حنا لقن وضع قرآن شو حيان ديوختو شرط اختر وضع قرآن آية ديش ام تبغض حديث داخ عن ابي ندرة حديثة عن ابي سعيد مرفوعا ابو سعيد دوت حديثة مرفوع حديثة مرفوع ياره دوش الشنان داتي حديث ديروخ الشن دوش قيمة دين احادثوس الشن ياندو صلى الله عليه وسلم يا حديث أربعة شو ضعيف دي عندر شو هذا حديث شو ياندو الشن ياندو لا صلاة لا مصدات لمن لم يقرأ في كل ركعة ركعة جحا بالحمد الحمد سورة ديشا مواتشن وسورة في فريدة أو غيرها مالله قدو وجدو سورة ديشا دلي فاتحة تديشي سلام داتشو بيغمرو عليه الصلاة والسلام ركعة جحا تيوخ تعبادي حديث صحيح للقاح عاومنا باش بيان بيوت تعبادي حديث ضعيف ده قال يوجو عاومنا رأي هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم مثلا حنجي بيقول داره شو مسألة حارق عتقع واجب خلي خلطتي فاتحة شو الله يوجو رأي وبشي صوت وبشي لامز قح ديز واجب دهتي بيقول دادوي قال يوجو مسألة ده ابن كثير وحاق داره ويتك دقيت ديس تحلات تجوا سقها مثلا إمامات فاتحة ديشش تعلات مأموم أو تعلات فتعلات تجوا مأموم مش واجب خلي ديش روح تيجي عاونا قوقل دحنوخ أحدها تعالى سعد أنه تجب عليه قراءتها تنتح ديش الواجب خلر ده حلق القمال كما تجب على إمام واجب خلرات ترى حنا لعموم الأحاديث المتقدمة تحوري الملديسة حديث دي أوتشن لامز مدات فاتح ديشة موضوع سريار تو حديث قاعد أوتشن قاسة إمام بيلقوا بيا واحد يا مأمون بيلقوا بيا واحد أوبشي تو شو سرير لامز عمل دي كسقويوخ حق لا تروت إحلا تروه. والثاني شو أبو عاومنا رأيه لا تجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرها إحلا تشاء وعلى فاتحة فرز دهت أنا واجب دهت أنت عاومنا هي فاتحة دهت قدر دهت لا في صلاة الجهرية تودع إمامه تعود إيش لامز دلي ولا في صلاة السرية شوت ديش لامز دلي تحقق تحت واجب دهت ديش لامز عديك أي تاتو تحشت شيروكو يسجدوه توانوز أنت أنا را الرواية را أحمد ابن حنبل جابر دوتسوس جابر دوتسو أوتشنو على الرسول صلى الله عليه وسلم من كان له إمام شي إمام خنوج وسكتو الشين حلق إمام لاتش تحليتا سقا يعني أوتشنو فقراءة الإمام له قراءة إمام ديش له قراءة تحليتا شن ديش عن بيغمرو ديش إمام ديش تحليتا شن يدوز أوتشنو عليه الصلاة والسلام ولكن تعبغ ضيوخ في إسناده ضعف يحديث أون إسناده ضعف صلابو دير إيش هذا يدو ابن كثير أحقا قاد عامنا قمال أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم تحلاك وسقا ديش الواجب ده شرط ديش تلامز غا انصار حلقة ده قمال مشتد إمامو تعاد شيء شرط ديشي اسم ديش واجب خلر ده شاد عامنا قمال إمامو تعاد شيء شرط ديشي اسم ديش واجب تخلر ده قال إمامزه شرط ديش شان اسم ديش واجب ده ولا تجب ذلك في الجهر إمامو تعاد ديش شانه تن ديش واجب ده أنا دينت إذا صحيح مسلم مضاد حديث دعوة نوع صاد دليل لقح تاريخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دال أتني أروخ إنما جعل الإمام لقن ودار إمام حق يوشن ليؤتم به شتن إحدار الدوجي فإذا كبر إمامه الله أكبر ياج فكبروا واش الله أكبر ألش وإذا قرأ إمامه ديش خانة فأنصتوا شيء بقي تقولش
إمام ديش خانة شيء مخرج أنت يوخ ده حديث ده صار ده بق أزبه فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول وهو قول القديم لإمام شافعي والله أعلم ورواية عن إمام أحمد حديث قول دي إمام جعد يشخانه تعالى واجب تغير از إمام شافعي شو مذهب ده ويعني مالي شافعي شو عن إمام شافعي قال المذهب ده يقصن كد مذهب خنت تعشمت إمام شافعي قال المذهب بقى إمام شافعي خن جورئية تخم ينيس إمام جعد يشخانه تعالى ديش واجب تغير از إمام أحمد قال يتحقين از رواية تيس والغرض من ذكر هذه المسائل ها هنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السور. ابن كثير زوخ حنجوية حواق دادو يقعومنا باش بن قميال دي حنج فاتحة تفسير التام على خطة مش انت قميال يوقتها يبقى إيمنا حنج عومنا ونقع قمنيني شمنيني اجمنيني مسائل جي بحواق يربحن فديو ابن كثير إذ بحواق يا يوقتو حنا هي سورة الفاتحة قاعد يحكي أحكام جديش قدوش دوس توبش كها يمو أحكام جديش كادوس ندير يقاس داس أصل بين الفاتحة بلغلي أنا إصبعتي هذا الذي جوختو تاق حافظ أبو بكر بزار زوخ حدثنا إبراهيم ابن سعيد الجوهري إبراهيم ابن سعيد الجوهري دي تروخ غسان ابن عبيدة غسان ابن عبيدو أبي عمران نغدوت أبي عمران أنس نغدوت رضي الله عنهم أنا صيوح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دال أتون يا إذا ودعت جنبك على الفراش عيخ حي عوش أن عيمت أو عبلتش وقرأت فاتحة الكتاب علامز باسم الديشي وقل هو الله أحد عديشي فقد أمنت حميرش وحن من كل شيء إلا الموت والرغن عملي قال وحمالق والله ناشو عن يرسن جوخ يا حديث ضعيف ديوخ عالم نخا يا حديث جي ابن كثير وحاغ دي ضعيف دي صحيح دي بلغل المحن فت إما ابن كثير قيمة ديك حقول ديقر دي توت يعني ضعيف دو حديث ضعيف دان بيقول دي ناقصنا حجة لا ليل دات جي وآخر وداعوانا الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله